لم يحدث طوال صراعنا معه. هل هذا يريده الأعداء لنا؟ أتروجون واستكثرتم على المجاهدين أن يفعلوا ذلك؟ فواجبكم أن تردوا على الإشاعات للمنافقين. كونوا أنتم الإعلام البديل. عندكم إن شاء الله تعالى إعلام، عندكم مواقع تواصل، منعتم من الإعلام الآخر، فعليكم أن تستثمروا هذا حتى ولو شدد وضيق علينا كثيرا. ليسمع عنكم إخوانكم في فلسطين. بلغوا هذا، بلغوا من وجدة هذه الوقفة، فإنها إن شاء الله تبارك وتعالى دعم معنوي وموقف لكم بين يدي الله. ما صدقت النيات وأخلصتم لربكم وقفتكم. لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة في أرض فلسطين. اتركوا وأخروا وعجلوا كل خلافاتكم، فاليوم عليكم أن تجتمعوا على القضية التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما يقال. اعملوا وتحركوا ولا تضيعوا أوقاتكم، بل أنتم وحدة واحدة بين الحكومة يعني وبين الشعب وبين الشعوب، على الأقل في هذا الملف، في هذا الملف، على الأقل في هذا الملف، على الأقل في هذا الوقت. هذا الوقت حشد جميع طاقات الأمة على كل المستويات. قبلتنا الآن القدس والأقصى وإخواننا. ارضعوا حب فلسطين لأولادكم. فإن متنا نموت قليل العين وقد أسلمنا هذه الراية للأجيال القادمة، فإن ثمة تقصير في العوائل والعائلات لتعريف الناس بقضية عقدية هي قضية فلسطين. المغرب معروف بارتباطه بالقدس، وحارة المغاربة تنبئكم عن صدق انتماء الأمة إلى هذه الأرض. وجدتم مثلا أن هذه الحكومة رخصت لبعض الجمعيات أن تفتح إن شاء الله تبارك وتعالى بعض هذه الحسابات لدعم إخواننا، فبها ونعمت، وإن كانت ترى أن ذلك لا يتأتى لها في ظل الظروف الضاغطة، فإن ثمة حساب فتحه المغرب منذ القديم هو حساب القدس الذي يسند إخواننا في القدس ويسند إخواننا في فلسطين. فلتنفقوا. قضية ليست قضية أرض وحدود، ولكنها قضية عقيدة ووجود. أرض هذه التي تسمى الشام هي أرض الرباط إلى يوم القيامة، هي أرض المحشر والمنشر، هي مصر الحبيب، هي معراج الحبيب، هي أولى القبلتين، هي ثاني المسجدين، هي ثالث الحرمين، هي آية في كتاب الله. لا قيمة لفلسطين بدون قدس، ولا قيمة لقدس بدون الهيكل. اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، شتتهم قددا، لا تغادر منهم أحدا، أرنا فيهم يوما أسودا. نسأل الله للقوات الأمن وللقوات المساعدة أن يكرمهم وأن يرفع قدرهم وأن يجعلهم حصنا لهذا البلد، وأن يجعلهم إن شاء الله حصنا للأمن في هذا البلد. نسأل الله أن يقوي شوكتهم وأن يعينهم بإذن الله تعالى على المهمة الملقاة على عاتقهم.